اهلا بيكم. ازاي حولت الصاله بتاعتي من المنظر اللي انتم شايفينه ده لاستوديو اليوتيوب الجميل اللي قدامكم ده، وده كمان. اول حاجه خلونا اوريكم المنظر على الطبيعه عامل ازاي عشان تبقوا عارفين المأساة اللي احنا داخلين عليها. ادي نظره عامه كده، هتلاقوا الركنه محطوط عليها المجسمات اللي عملتها قبل كده، مجسم الريف المصري. كمان في خامات كتيره وحاجات، لان طبعا الهوايه دي بتتطلب اني اشتري حاجات كتيره جدا. كمان في رفين فوق كده كنت عاملهم من زمان، هتلاقوا عليهم مجسمات وبرده مليانين، مفيش مساحه. وهنا مطعم سلطع برجر اللي كنا عملناه. اما الجزء ده فكنت بخزن فيه برضه حاجات تانية كتير على الرفوف اللي موجوده دي. في الكرتون ده طبعا موجود حاجات كتيره جدا. اما الجزء ده فده المكان اللي كنت بصور فيه كل الفيديوهات اللي فاتت، مجرد بس ان كنت داهن منطقه صغيره جدا وعامل مكتب كده مثبته في الحيطه. وهنا طبعا مجسم رابونزل اخر مجسم عملناه. اما الجزء ده فالجزء اللي كنت بخزن فيه الادوات اللي بشتغل بيها. اما الجزء اللي في النص ده فلا تعليق، يعني مش لاقي حاجه اقولها الحقيقه. كمان هتلاحظوا الحيطه عليها نقشه كده ما هياش ناعمه، تحتاج صنفره كتير. والجزء اللي في النص ده اللي كان ديكور مقطع، وكمان في كتابات اطفال في كل مكان. فيعني شكلنا كده هنحتاج شغل كتير. يلا نشوف هنعمل ايه. بدأت طبعا بتنظيف الحاجات الكتير جدا اللي انا سايبها دي، وحرفيا انا لقيت حاجات تقريبا بقى لها 9 شهور ما اتحركتش من مكانها. ولو حد مستغرب وبيسأل ليه الوضع الغريب ده، فدي تراكمات 9 و10 شهور قاعد فيهم لوحدي في السكن بتاع الشغل. وطبعا مراتي مش موجوده معايا، لان لو موجوده مستحيل حاجه زي كده تحصل. والشباب المغتربين هيفهموني في القصه دي، بتبقى حاله كده من اللامبالاه الغير مبرره، لدرجه اني عملت ممر كده من عند الباب بتاع الشقه لحد الاوضه. مجرد بس ممر بعد منه، والباقي كله كراكيب وحاجات زي ما انتم شايفين كده، وكنت متعايش معاه عادي جدا. بعد ما خلصت الركنه دخلت على الجزء اللي في النص، اللي هو اكتر مكان فيه كراكيب وراس مالي في الاعمال الفنيه. كان جنب المكتب وعليه حاجات كتيره جدا، ولقيت البتاع اللي بيطرقع ده في النص. انا بحب صوته، ومش عارف انتوا بتحبوه ولا لا، دايما لما اقابله كده اقعد اطرقع فيه. وبدات اجمع الحاجات اللي هتترمي في اكياس، وطبعا ظهري كان اتبهدل في الوقت ده لان الشويه دول عدى عليهم تقريبا ساعتين. رميت الحاجات، بعد كده دخلت بقى على الرف اللي موجود فوق ده. وللناس اللي بتسالني المجسمات بحطها فين، اديكوا شايفينها التراب غطاها تماما. بعد كده بدات افك المسامير بتاعه الرف. نزلت الخشب ركنته على جنب لحد ما اشوف استخدمه في ايه. وطبعا شلت السندات دي عشان هنقلها بقى في مكان تاني الرفوف دي. وكان باقي اخر حاجه اني اشيل الركنه دي اركنها على جنب عشان بقى نجهز الحيطه للدهانات. بعد ما نظفت الكراكيب دي كلها وفضيت الحيطان تقريبا كده، الحيطان جاهزه للدهانات. عندي شويه طلبات هنزل اجيبهم من الموان، واما اجي اعرفكم انا جبت ايه بالظبط. دي الحاجات اللي اشتريتها هنشوفها كده مع بعض. دي سكينه معجون صغيره، وكمان جبت الصنفره العاديه خالص، مقاس 180 ومقاس 220. كان المفروض اجيب 150 بس ما لقيتش. كمان دي الرولة بتاعه الدهانات اللي هي بنلتم بيها الحيطه، اكيد كلكم عارفينها. هي دي الرولة بتاعه الدهان البلاستيك، لان الزيت والبلاستيك مختلفين ناخد بالنا. كمان سكينه معجون كبيره هنعرف نستخدمهم دلوقتي. وفي كمان المعجون ده معجون حوايط جاهز، ده للحوايط والاخشاب جاهز عشان لو في شقوق ولا حاجه في الحيطه هنسدها. كمان عندنا الفرشه دي فرشه عاديه عشان ناخد طبعا الاماكن اللي هي في الزوايا والحاجات اللي زي كده. وكمان الدهان نفسه بقى، ده دهان ربع لمعه بلاستيك ابيض، لون ابيض. جبت جالون، انا حسبت طبعا الحيطان لقيت هتاخد وشين، هيكفيها الجالون ان شاء الله. واخيرا عندنا كمان مركزات الالوان دي، اللون البني واللون الاسود، عشان اشوف انا هدمج الوان عامله ازاي. بدات بسكينه المعجون الصغيره عشان احك الحتت اللي بارزه من الحيطه دي، وجربتها كده بس ما لقيتهاش عامله تاثير قوي يعني. وشلت طبعا الديكورات اللي كانت موجوده دي، ده زي ورق كده ملزوق، وفي تحته طبقه ورق برضو محتاجه تتشال. بعد كده لقيت حته كانت مكسوره كده في الحيطه، فبدات بسكينه المعجون اقشر الطبقه دي كامله واعري المعجون اللي هو تحتها. ويا ريتني ما بدات الخطوه دي لانها بهدلت لي، قعدت يومين كاملين اعمل الخطوه دي. وهنا هتلاقوني لابس نظاره حمايه عشان العين، لان الاجزاء دي كانت بتقع في العين وبتنزل تراب. كمان بعد شويه هحط الكمامه لان التراب ده بيسبب حساسيه، فلو موجوده يكون افضل.
واستلفت السلم بتاع المستوصف تحت عندي في الشغل، وطلعت اتعلقت كده عشان اكمل باقي الحيطه. وفي طبعا اجزاء منها فوتها لان كنت زهقت جدا وتعبت منها. وبعد كده شلت الاجزاء البلاستيك اللي بيكون مثبت فيها المسامير عشان نجهزها ونمعجنها، وشلت كمان البراويز والمسامير والفيشه بتاعه الكهرباء. الحيطه التانيه مش هكرر بقى المأساة اللي حصلت دي، فقررت اصنفرها بس بالصنفره العاديه. وعندي كاس صنفره كنت شاريه من زمان مش فاكر ليه يعني، وما استخدمتوش الا نادرا. يعني كان عندي كده احلام ان انا هعرف اعمل حاجات في الخشب بس ما جربتش. المهم صنفرت الحيطه كده صنفره خفيفه، ومعجنت الاخرام اللي موجوده في الحيطه مكان المسامير اللي قبل كده. وبعدين مسحت الحيطه من التراب بقى والغبار مسحه خفيفه كده عشان اجهزها للمعجون. وده بقى المعجون بتاع الخشب والحوائط الجاهز، هو لونه ابيض، فانا ضفت عليه شويه صبغه كده من لون اسود مركزه الالوان عشان يبقى لونه رمادي فاتح، لان الحيطه طبعا لونها ابيض ومش هبقى عارف انا ضفت المعجون في انه مكان بالظبط. هسيبكم شويه مع صوت سكينه المعجون لان من بدايه الفيديو ما بطلتش كلام. في الحيطة الأولى كان الموضوع صعب، لكن في الحيطة التانية كان الموضوع بقى أسهل وخدت تقريبا ربع الوقت، ولسبب غير معلوم كانت إيدي الشمال أفضل في الشغل مع إني بشتغل بإيدي اليمين. بعد ما المعجون نشف تماما بدأت أصنفره بصنفرة مقاسها 220، صنفرة يدوية يعني. طبعا الخطوة دي مهمة جدا عشان تنعم الحيطة. واكتشفت بعض العيوب كده اللي موجودة، برضو أضفت لها شوية معجون تاني ورجعت صنفرتها. بعد ما خلصت صنفره كده الحيطان جاهزه بقى للدهانات، همسحها بس مسحه خفيفه زي ما مسحتها المره اللي فاتت. وهندخل بقى المرحله اللي هي الرومانسيه اللي دايما بتيجي في الافلام والاعلانات، اللي هي بتمسك الروله وتدهن. محدش بيجيب القرف اللي بيحصل ده كله. يلا نشوف. وصلنا لمرحله الدهانات. جبت الدهان ده اللي هو البلاستيك ربع لمعه، وبعدين فضيت جزء منه. انا في الاخير يعني فضيته كله في حاجه تكون كبيره على المقاس بتاع الروله. بعد كده خففته بالميه، ممكن نخفف لحد 50 و60% او اكتر من كده كمان، ما عنديش خبره كبيره يعني في الموضوع. بعد كده استخدمت الفرشه عشان ادهن الزوايا الاول بلون ابيض. انا محتاج حته بس في الحيطه كده ركن هيكون لونه ابيض، هتعرفوا ليه في الاخر. وطبعا الفرشه بتكون انسب في الاماكن اللي هي الزوايا والكلام ده عشان بنقدر نتحكم فيها كويس. بعد كده استخدمت الرولة وكان الموضوع ممتع. اول حاجه تبقى ممتعه في الموضوع كله. عادة الألوان بتحتاج طبقتين، لكن اللون الأبيض يحتاج مني 3 طبقات. بعد ما خلصت بقى كمية اللون الأبيض اللي محتاجها، هبدأ ألون بقية الدهان البلاستيك كله. حطيت فيه شوية من الصبغة السوداء عشان عاوزه يكون لون رمادي فاتح، واللون بعد ما نشف طلع أغمق شوية من اللي أنا عاوزه، بس مش مشكلة يعني طلع في الآخر كويس. بعد ما خلصت طبقتين ضفت بقية الصبغة السوداء على اللون الأبيض. كنت عاوزه يبقى لون يميل للأسود شوية، بس في الآخر طلع رمادي غامق برضو كويس مفيش مشاكل. لونت بيه الحيطة التالتة بنفس الطريقة. بعد ما خلصت الدهانات محتاجين بقى مكتب وشوية حاجات كده نعملهم عشان نظبط الاستوديو. هدخل أعمل شوية أوردرات من أمازون، والنتيجة هنفتحها ونركبها مع بعض. اول حاجه اشتريتها المكتب ده، بيجي مفكوك كده وبعدين بركبه تركيبه سهل خالص، وبيبقى جاي معاه ورقه كده فيها التعليمات. مش محتاج اصلا تعليمات، الموضوع بسيط جدا. طلعت الاجزاء بتاعته كلها. بعد كده بدات اجمع الجوانب. بتتجمع بمسامير كده وبتتربط بمفتاح الان كي اللي هو متعارف عليه بالالان كي. عملت الجنبين. بعد كده بدات اثبت الاجزاء اللي هي بالعرض. كله بيتربط بنفس الطريقه والمفاتيح بتبقى جايه معاه. عشان اثبت سطح المكتب حطيته على الارض كده، وبعدين حطيت عليه الهيكل كله وثبته برضو بالمسامير بنفس الطريقه. كان باقي كمان حاجه كده بتركب في المكتب من ورا عشان تثبته اكتر، بس ما لقيتلهاش فايده يعني. وركبت كمان الاجزاء اللي هي بتبقى على الارض دي عشان ما يتحركش. كده اول مكتب عندنا جاهز حطيته مكانه. وبعدين كنت جايب كمان مكتب صغير لان هحتاج مكتبين 180 سنتي، واحد متر والتاني 80 سنتي. كمان اشتريت وحدة الارفف دي بتيجي جاهزة خالص، مجرد بس ان احنا بنفردها، وفي مفتاح ورا كده بيتقفل. وكمان البتاع اللي فوق اللي هو الرف اللي فوق بيتقفل بالطريقة دي. بعد كده ثبتها مكانها. طبعا انا في تصميم في دماغي يعني بحاول اعمله. كمان جبت واحدة تانية وحطيتهم في الجنب اللي هناك ده. ووحدة الارفف دي بشكلها مختلف شوية برضو ركبتها تركيبها بسيط جدا.
وحطيتها مكانها. بعد كده رجعت المكاتب مكانهم، والكرسي ده كنت شاريه برضه وركبته، بس ما صورتش الطريقه بتاعه التركيب، وده كان وقت مناسب عشان اجرب المساحه بتاعه التصوير كده والفريم واجرب الاضاءه. بعد كده بدات احط باقي الديكورات. دي ماوس باد اللي هي البتاعه اللي بتحط عليها الماوس، بس كبيره شويه شكلها عجبني، حطيتها على المكتب قدامي. وبدات اضيف بعض الاضاءات. دي اضاءه مكتب عاديه خالص، حطيتها كده في الخلفيه هتدينا شكل كويس. والمجسم ده كنت عامله شكل الاباجوره كده فيه اضاءه، هي حاجه عندي فيها اضاءه حطيتها. وطبعا ساعدني هنا ان انا اساسا يعني القناه بتاعت اعمال فنيه وبعمل ديكورات، فعندي كميه ديكورات كبيره جدا. كمان حطيت النخله دي عشان تبان في الفريم، طبعا نخله مش طبيعيه. واخيرا فانوس ايكيا اللي عملناه في رمضان اللي فات. كان عندي كمان برضو الاضاءه دي اضاءه تعتبر يعني احترافيه، هي من شركه صينيه بس تعتبر برضو حاجه احترافيه. الاضاءات انا اشتريتها على مدار السنه ونص في شغل اليوتيوب. كمان الرينج لايت دي بدات اعمل بيهم كده اشكال مختلفه. والاضاءه الزرقاء الصغيره دي حطيتها عشان تعمل ضي كده على الجنب بتاع وشي. وبعدين حركت الاضاءه بقى الاساسيه اللي هتنور على وشي قدامي في المكان المظبوط، وحركت الكاميرا وبدات اظبط الفريم، وطبعا طفيت النور. اول حاجه نقفل التكييف ده لان صوته عالي جدا محتاج يتنضف، بس نخلص بقى. بعد كده هنشغل الكي لايت بتاعنا اللي هو الاضاءه الرئيسيه. طبعا كده عاليه قوي، انا محتاجها تكون دافيه، ومحتاج الاضاءه تكون اقل من كده كتير. هعملها باللون الاورنج. بعد كده اشغلها على مثلا 20% على حسب ما بشوف بقى في الشاشه بتاعت الكاميرا الاضاءه بقت كويسه ولا لا. تمام. بعد كده اقربها شويه. بعدين هشغل الاضاءه اللي لونها ازرق الناحيه دي، بس مجرد ان هي تعمل ضي كده حواليا في المنطقه دي كده زي ما انتم شايفين كده. التأثير بتاعها اعتقد واضح. ودلوقتي اعتقد جاهزين ان احنا نبدأ الفيديو بتاعنا. اهلا بيكم. هل الاعمال الفنية بتكسب فلوس؟ طيب لو بتكسب كام يعني الواحد يقدر يمتهنها كمهنة يعني بدل المهنة الاساسية بتاعته، ولا مجرد ان هي تعمل دخل اضافي كده جنب الدخل الرئيسي؟ طيب لو حد ما بيشتغلش خالص يقدر يبدأها كمشروع، يعني يقدر يتعلم على اساس ان هو يبقى استثمار بعد كده ولا لا؟ طيب خلينا افترضنا ان هي بتعمل فلوس، هنتعلمها ازاي؟ يعني ايه المصادر بتاعة التعليم؟ وهل المصادر دي مجانية ولا هندفع فيها فلوس هي كمان؟ هل بتاخد وقت طويل، يعني بتاخد لها 2-3 على ما الواحد يتعلم محترف، ولا ممكن الواحد في خلال 2-3 يحترف نوع معين من الأعمال الفنية؟ طيب خلينا نقول إن احنا عدينا كل المراحل دي، ودلوقتي أنا اتعلمت وبقى عندي منتج احترافي، أو على الأقل منتج شكله كويس ينفع يتباع. هبيعه ازاي؟ طرق التسويق بتاعته، يعني هل بيتباع أونلاين ولا بيتباع في المحلات العادية بنزل ألف عليها؟ طيب طريقة التسعير نفسها بتاعته ازاي؟ احدد سعر منتج معمول يدويا بحيث انه يكون في مكسب بالنسبه لي وفي نفس الوقت سعر عادل بالنسبه للزبون. وسؤال مهم جدا، هل المتحدث في الفيديو اللي هو انا يعني عندي خبره سابقه في الموضوع ده ولا طالع عادي كده وخلاص؟ دي عينه من الاسئله اللي هجاوبكم عليها النهارده، بس طبعا انا مش هجاوب ولا حاجه، انا بس كنت مجرد بوريكم السيت اب الجميل اللي احنا عملناه ببساطه ده. لكن لو حابين اعمل لكم فيديو عن نفس الفكره دي هيبقى قريب من محتوى القناه. محتوى القناه يعني تعليم اعمال فنيه، فلو اتكلمنا برضه عن طريقه تسويقها وعن البيع وعن الكلام ده اعتقد هيبقى موضوع مهم. لو عاوزين اتكلم عنه وانقل لكم خبرتي وتجربتي البسيطه في القصه دي اكتبوا لي في التعليقات تحت، ويلا نشوف السيت اب التاني. طبعا اللون الاورنج كان زياده قوي في السيت اب اللي فاتت، مطلع لي شبه البرتقانه، انا اكتشفت كده بعد التصوير، بس طبعا تظبيطه سهل خالص. المهم يعني السيت اب الثانيه حركت المكتب على بقى الحيطه اللي هي لونها فاتح، وركبت لمبات ليد كانت عندي كده بتعمل الوان مختلفه. بعد كده رجعت المكاتب مكانهم وضفت شويه الديكورات النخله في مكان كده برضه تبقى باينه، وغطيت وراها السلك بتاع اللمبه الليد. كمان حطيت الاضاءه دي بحب شكلها، والبرواز ده المفضل عندي. وحطيت الكرسي، طبعا ما فيش هنا مكتب، وضفت الاضاءات، وخدوا بالكم انا هبدلهم دلوقتي. وصلت الكهرباء لللمبه الليد، وشغلت الكشاف الاساسي على اللون الازرق، انا غيرته الازرق يعني، والرينج لايت على لون اورنج، وظبطت الاضاءه الاساسيه وطفيت النور. دي السيت اب التانية بتاعتنا. طبعا لسه ما شغلتش الكي لايت، هو هيبقى ضوء واحد بس مقابل على طول وشي، تمام؟ يعني هيبقى منور من النص كده مش من اي زاويه ولا حاجه. عندي هنا اللون الازرق في الخلفيه، وكمان هنا في الناحيه دي هنت كده من اللون البرتقالي. طبعا في البراكتيكال لايت البتاع اللي كنت عاملها دي قبل كده شكلها كويس، وفي كمان اللمبات الليد اللي موجوده عامله ضي خفيف كده شكله ظريف يعني. وحطيت كمان هنا واحد من البراويز اللي انا بحبها، كنت صنعتها قبل كده قبل قناه اليوتيوب، واحب شكله يعني. طبعا تقدروا بقى تغيروا باي ديكورات تحبوها يعني، ويفضل كمان تكون اضواء.
هنا كمان فيه الكشاف الصغير، كنت جايبه ده اول ما بدات قناه اليوتيوب خالص، واخيرا لقيت له استخدام. يعني هو اللي عامل اللي بيسموه الريم لايت، اللي هو الاضاءه اللي موجوده في الجنب هنا، اضاءه خفيفه خالص. بعد كده بقى شغل الكي لايت، وانا عاوزه يكون لون بارد شويه، يعني يميل للازرقات، ما يكونش لون دافي. هنشغله، وبعدين طبعا الإضاءة عالية قوي واللون دافي، فهغيره اللون اللي هو الكولد، وبعدين هخليه وليكن 50%. طبعا تقدروا تتحكموا في مستوى الإضاءة، إذا كان 50% 100% على حسب انتوا عاوزين الخلفية وراكم تكون فاتحة ولا تكون غامقة. أنا عن نفسي بميل للشكل ده أكتر. حتى تقدروا برضو تشغلوا الأضواء اللي موجودة في الأوضة عندكم، برضو هتدي لنا شكل مختلف. فيعني جربوا بالحاجات دي. نشوف بقى السيت اب التالتة. ركنت كل حاجة على جنب عشان عاوز الحيطة الغامقة تكون فاضية. بعد كده جبت الكرسي في النص، وظبطت الإضاءة وطفيت النور. دي هتبقى الخلفية التالتة. طبعا محدش شايف حاجة دلوقتي. أول حاجة هشغل الريم لايت. أنا أساسا مش شايف أي حاجة. شايفين مجرد إنه بيعمل إضاءة خفيفة خالص هنا في الجنب. بعد كده هنشغل الإضاءة الأساسية بتاعتنا ونخفف اللون بتاعها مثلا ل20، يعني او اعلى شويه على حسب الموضوع. طبعا الخلفيه دي المفروض انها بتكون سودا خالص، بس انا عشان الحيطه اللي ورايا رمادي غامق شويه، فيعني مش هاتيه نفس الافكت. طبعا انا مغطي هنا الفيشه بتاعت الكهرباء بالجمجمه لانها جايه في النص بالظبط، وهتبوظ لنا السيت اب دي كلها. كان ممكن انقلها شويه للناحيه دي، هنقل يعني الكاميرا بالحاجه، بس عشان طبعا الحاجات اللي موجوده دي كلها حطيتها في جنب دلوقتي بسرعه عشان الحق اخلص الفيديو. السيت اب دي بسيطه خالص، بس طبعا ليها استخداماتها. بقينا بقى نشوف اخر سيت اب اللي هنصور فيها المنتجات الفنيه اللي انا بعملها. مجرد ان نقلت المكتب على الخلفيه البيضاء، وكنت عاوز المكتب نفسه يكون ابيض، فحطيت لوح من الفوم، ونقدر نحط اي قماشه ولا حاجه لونها ابيض. بعد كده اضيف المنتج وبظبط الاضاءه، وبعدين بقرب بقى الكاميرا. انا طبعا مش مظبط الاكسبوجر بقى بتاع الفيديو، لكن في التصوير بقى العادي بعد الايديت بتبقى كويسه جدا الخلفيه دي. قبل ما اختم الفيديو حابب اشكر كل الناس اللي اتفرجت عليه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وبصوا كده على المحتوى القديم، ان شاء الله هيعجبكم جدا. هتلاقوا محتوى حصري ومختلف في تعليم الاعمال الفنيه، ومفيد لاي حد بالتاكيد عاوز يتعلم الاعمال الفنيه. ويا ريت ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات اكتر سيت اب عجبتكم النهارده، ولو كلهم وحشين ما فيش مشكله برضه. لو ما عجبكمش اكتبوا لي وعرفوني ان هم وحشين وما اعملش كده تاني. وبالنسبه للناس المهتمه بالاعمال الفنيه، لو حابين اتكلم عن طريقه البيع والتسويق والكلام اللي قلت لكم عنه قبل كده في الفيديو، برضو يكتبوا لي في التعليقات ويعرفوني، وان شاء الله اعمل لهم الفيديو ده. وكده خلصت. سلام. اهلا بيكم. ازاي؟ اسكت. اهلا بيكم. اهلا بيكم. اهلا بيكم.